راديو تسعينات، راديو يتسمع. مساء الخير، معاكم سالي حنا في تاني حلقتنا من برنامج هونها على نفسك من راديو تسعينات. الراجل ما يعيبوش إلا جيبه، جملة دايما بنسمعها، لكن بصراحة في نوع تاني من البخل أصعب من البخل بالمال، هو البخل بالمشاعر. إنك ما تعبرش عن مشاعرك ناحية زوجتك أو شريكة حياتك. تلاقي الراجل اللي بخيل في مشاعره دايما بيدور على حاجة تمنعه من يعبر عن مشاعره ناحية مراته. دايما ردوده باردة وقاسية، وأحيانا بيتجاهلها كأنها مش موجودة. مفيش كلمة شكرا ولا حتى ابتسامة على أي حاجة مراته بتعملها. ما بيهتمش بأي مناسبة تخص مراته، وممكن ينساها أصلا. ما يحاولش يعمل لها أي مفاجأة تبسطها، عيد ميلادها، فالنتين. ده في كمان نوع من الرجالة بيبخل على مراته إنه يقدر نجاحها في شغلها. بيتخيل إن هو لو مدحها ممكن تتغر عليه. البخيل بيكون بخيل في كل حاجة، في التعبير عن مشاعره، في وقته، في جهده. مش عايز يساعد مراته في أي حاجة، حتى في إحساسه بالفرح بيبخل على نفسه إنه يفرح ويتمتع بالمشاعر الحلوة. للأسف الناس نسيت إن الكلمة الحلوة هي أغلى حاجة، هي الطاقة اللي بتحركنا وتخلينا قادرين نكمل. البخل في المشاعر قاسي جدا على المرأة، أكتر من البخل المادي، لأن الزوجة دايما بتكون محتاجة تحس بحنان زوجها عليها وحبه ليها، لأن حب ليها ده بيديها ثقة بنفسها. للأسف معظم الأزواج بينسوا أهمية الناحية العاطفية للمرأة. كل اللي بيفتكروا إن المهم إنه يسد احتياجاتها المادية، طلباتها وطلبات ولادها وبيتها، لكن ده أكبر غلط. الست مهما كانت قوية بتحتاج تحس بالحنان والحب وعطف زوجها، ده كمان بيحسسها بأنوثتها. وجود المشاعر بين الزوجين بيخليهم يقدروا يعدوا أي مشاكل أو خلافات بينهم، وكمان ده بيأثر بطريقة إيجابية على أولادهم وعلى نفسيتهم. المشاعر بين الأزواج دي بتخلي فيه وسيلة تواصل وتفاهم بين الزوجين. كل اللي بتستناه الزوجة إن زوجها يتغزل فيها، يقول لها كلام حلو، يشكرها على أي حاجة بتعملها ليه أو لولاده. ممكن يكون سبب بخل الراجل في إنه يعبر عن مشاعره لأسلوب التربية نفسه اللي نشأ عليه. ممكن يكون اتربى في بيئة جافة، باباه كان بيعامله بقسوة، أو باباه كان بيعامل مامته بأسلوب جاف ما بيقدرش مشاعرها ولا بيهتم بيها، وبالتالي هو لما كبر بيعمل اللي شافه مع زوجته. وطبعا صعب إن الواحدة تعيش مع راجل ما بيعبرش عن مشاعره، لكن في حالة لو زوجها كده لازم تحاول تساعده إن يزود ثقته في نفسه، بحيث لو عبر عن مشاعره ما يحسش إن دي حاجة هتقلل منه. لازم تركز على صفاته الحلوة وتمدحه، تعبر دايما عن مشاعرها ناحيته وما تستسلمش، حتى لو ما تجاوبش معاها في البداية. ممكن بعد كده يتعلم إنه يعبر عن مشاعره. لما بيكون الراجل عنده بخل في التعبير عن مشاعره، بعد فترة من الجواز بيحصل جفاف في العاطفة والمشاعر ما بينهم، بيوصلهم إن كل واحد فيهم بيعيش منعزل عن التاني، ساكتين على طول، الروتين بيسيطر على حياتهم لدرجة ما بيفرقش وجود أو غياب أي حد فيهم عن الطرف التاني. البخل يا جماعة عدو المرأة، مش البخل بالفلوس بس، البخل في المشاعر والحب والاهتمام. البخل بيقتل الحب، ما ينفعش يتجمعوا سوا. أسوأ أنواع البخل إنك تبقى عارف إن كلمة منك هتفرح حد وتسكت، عارف إن وجودك هيطمنه وتفضل بعيد، عارف إن سؤالك هيفرق وما تسألش، بتقدم للي حواليك اهتمام أقل وإحساس أقل وهم يستحقوا منك أكتر من كده. إيه اللي يمنع إن كل فترة تقول لمراتك بحبك؟ دي هتفرق معاها جدا، هتزود ثقتها بنفسها، هتقويها، هتخليها تقدر تكمل وتعافر في الحياة. كلمة شكرا حروفها قليلة لكن ليها تأثير قوي. ما تبخلش على مراتك بيها لما تعمل لك حاجة كويسة أو لولادك وبيتك. مش هيحصل أي حاجة لو قلت لها لبسك حلو، تسريحة شعرك حلوة. ما تبخلش على أهل بيتك بالكلمة الحلوة، سواء مراتك أو ولادك. في النهاية أحب أسمع رأيكم في موضوعنا النهاردة. هستنى ردكم على صفحتنا على الفيسبوك في برنامج هونها على نفسك. كان معاكم سالي حنا من راديو تسعينات.